السلام عليكم. اليوم كنت استمعت للكونفرنس اللي عملها الوزير، معناها رئيس الحكومة التونسية السيد المهدي جبعة، وكان صادق وقال الحقيقة. والحقيقة هذه قسما بالله أنا حكيت على الحقيقة هذه، معناها من ابري لي 3 سيمين او لي 3 او لي 4 سيمين من اللي بدات الديستابيليزاسيون في تونس، واللي كنت انا نتخيلها انه ريفولوسيون. مي ابري لي بريمير 4 سيمين فقت وقلت سي ني با اني ريفولوسيون، راهي ديستابيليزاسيون. والشيء اللي تعيش فيه تونس توا يعني انا توقعته وحكيت عليه في الاوقات اللي الناس سبتني عن طريق الكومنتارات وشي حشم على. علاش انا مانيش من اليوم ولا من توا معناها نتبع في لي زيفي بوليتيك وفي لي فينومين بوليتيك اللي قاعدين يصيروا، مش كان في تونس برك، مي بارتو في لو موند. اللي قاعد يصير في فلسطين، اللي قاعد يصير يسي اون اوروب، اللي قاعد يصير في الامريك لاتان. جي اون ايدي على السيستيم مونيتير مونديال، على البنك النقد الدولي، على البنك الدولي، على الاوني. وجي سي معناها لي ميثود اللي يستعملوا فيها بور مانيبيولي وباش يتحكموا في ثروات العالم. ثروات العالم مش كان البترول وكان الذهب وكان المواد الأولية، نو. حتى الموقع الجغرافي نتاع البلاد سي ان كابيتال. سي سا لو كا نتاع تونسي، نتاع تونس. لاحظوا اللي الامريك والقوى الصهيونية اللي تسير في الامريك يزون في معناها لي غير بارتو في الشرق الاوسط، في اسيا الشرقية. يزون ديستابيليزي الوضعية في اوروبا الشرقية، والاتحاد السوفيتي السابق فكوا معناها هم وفي الافريك نوار بطبيعة الحال بالاستعانة بالقوى الحليفة متاعها في اوروبا، وخاصة منها لونجلتير، لا فرنسا، وتجي من بعدهم ايطاليا، ومن بعدهم اوروبا الشرقية اللي ولاو داخلين في اللعبة، واللي منهم بولونيا اللي قاعدة تعمل في اون مانيبيولاسيون باش يطيحوا النظام في اوكرانيا يولي النظام برو امريكان. اليوم جاء الدور على البحر الابيض المتوسط. البحر الابيض المتوسط اللي هي البوابه نتاعو تونس من الافريق، البوابه نتاعو تونس، ابري تجي لالجيري. قلناها قبل، هما راهم عملوا ديستابيليزاسيون في تونس مش على خاطر ثروات تونس. احنا في تونس ما عندناش ثروات، لكن حاجتهم باللومبلاسمون نتاع تونس. الموقع نتاعها موقع استراتيجي. الموقع بيه حاجتهم هذه باش يتحكموا في البحر الابيض المتوسط ابتداء من الجيري. وقلت لكم انا قبل راهم حاجتهم بالجزائر. ودي نوترو كوتي باش يحصروا لاكتيفيتي ترافيك كوميرسيال نتاع الصين دي نوترو كوتي وروسيا دي نوترو كوتي. البوابة اللي من الافريق هي تونس، والبوابة الاخرى هي اوكرانيا. شفتوا كيفاش البوابة اللي باش تعدي لا روسي للبحر الابيض المتوسط هي اوكرانيا، باش توصل بها سوريا، ومن سوريا تتعدى لايران، تدخل الداخل، تتعدى حتى للصين. سي سا لو ترافيك اللي هو انترناسيونال اللي قاعد ترتكز عليه القوى المعارضة للسيستم امريكان وللترافيك كوميرسيال امريكان، اللي هم قلنا الصين، روسيا، وبعض الدول في امريكا اللاتينية على رأسهم فنزويلا.
هما باش يركعوا تونس. الفو ديستابيليزي لا سيتياسيون في تونس. تخرج المظاهرات، الناس تكسر، الناس تضرب، الناس تعتصم، تنحى الرئيس، الحاكم السابق يهرب بالفلوس، تطيح ليكونومي نتاع البلاد. اول ما توفى ديستابيليزاسيون، اول حاجه باش يعملوها باش يعيطوا لكم، باش يعيطوا لتونس، يقول لهم خذوا لي كريدي باش تعملوا بناء ديمقراطي جديد، باش تعملوا انتخابات، وباش تعملوا مجلس تاسيسي، باش تعملوا، باش تحطوا معناها شغل، مواطن شغل للعباد. وشي سا هو اللي صار. هما حبوا يغرقونا في الديون باش توزن، يغرقك في الديون دون فاسون اللي تونس تولي ما عادش تنجم ترجع الديون نتاعها، خاطر العجله نتاع الايكونومي نتاعها ماهيش باش تدور. واحنا في تونس ما عندناش اون تراديسيون نتاع برودكسيون. احنا الدوله التونسيه معناها شعب مستهلك ودوله مستهلكه، ما نجموش ننجو. الايكونومي نتاعنا مرتكزه على شويه فوسفات ولا شويه كذا وشويه بترول وكذا، قاعده تستغل فيها شركات اجنبيه، واحنا ناخذوا في الفوتات وعلى التوريزم وعلى الفلاح. الفلاحه قضينا عليها. الفلاح بدا يبيع في الارض نتاعو، طمع في الثروه، وعملوا فيها المدن وتوسعت على حسابها، زاد على حساب المناطق الفلاحيه توسعت السياحه. ولا ما عادش عندنا كابيتال اللي عطاهولنا ربي، فلاحه، تربيه الماشيه، البحر نتاعنا تربيه الاسماك، ما عادش عندنا سوفيزامون باش يعيش اون بوبولاسيون كامله. احنا وحدنا قضينا عليها بالبوليتيك اللي احنا اتبعناها من وقت بورقيبه الى يومنا هذا. اليوم مهدي جمع اذا كان باش يشوف اون سوليسيون للوضع الحالي في تونس، اذا كان باش يمشي لدول الخليج كما كان هو، معناه الي نايف، مش قاعد يفهم اللي صار في تونس، ومش قاعد فاهم كيفاش العالم هذا يمشي. قلنا لكم من قبل ديريكسيون لامريك لوروب، مش لوروب بالكل، بعض البلدان في اوروبا، يعني الاتحاد الاوروبي، نقصد الاتحاد الاوروبي الامريك وبلدان الخليج العربي، راهم اذا كان تمشي لهم هما عملوا لك الديستابيلاسيون هذه باش انت تجيهم تطلب المعونه باش يفرض عليك شروط، يعني بيع وشريعه. مش شروط هذيا لا تونيزي دوا ايدي لا ديستابيلاسيون تاع الجزائر باغ اكزومبل، ولا باش تلفق تهم للجزائر باغ اكزومبل، باش هي ترضى عليك وتعاونك. والا لازمك تعطيها اون باز ميليتير باغ اكزومبل تاع بنزرت، ولا اقامه اون باز ميليتير في البقعه الفلانيه، ولا باش تعمل بريفاتيزاسيون نتاع الكابيتال نتاعك اللي كيما نقولوا السونات، اللي كيما نقولوا احنا دار الماء، لازمك تعملها تردها بريفي باش هما ينجموا يشريوها، يوليو يتحكموا في لي توت اني ايكونومي، وتولي تونس اون باز بالنسبه لهم هما باش هما ينجموا يتنقلوا فيها على راحتهم، باش ينجموا يتحكموا في بوابه البحر قبل المتوسط من شمال افريقيا. وهما قاعدين يحاولوا باش يعمل نفس الشيء في اوكرانيا وفي سوريا، وناجحين الى يومنا هذا في تونس بصفه غريبه ياسر. سي بركوا انا صدقت كي قال اللي الوضع الاجتماعي، اللي الوضع في تونس الايكونوميك في تونس سي تري غراف. وسي بيان سير تو تافي نورمال وقت اللي انت تبدا ما عندكش ايكونومي صحيحه بيان بازي، وما عندكش باش توكل الشعب نتاعك، الارهاب باش يولي بجميع انواعه، باش يولي معناها ريزولتا عاديه. الامن والاقتصاد مربوطين ببعضهم، ما عندكش اقتصاد صحيح باش توصلك باش تصير لك ديستابيليزاسيون في السوسيتي، وباش يصير لك انحراف في السوسيتي، وباش يصير لك مشاكل في السوسيتي اللي نعبروا عليه احنا بالارهاب. مش كان الارهاب الديني راه والاجرام، والدنيا باش تغلى. هو كي باش يقلك باش ينحي صندوق التعويض، معناها الدنيا باش تغلى. خاطر تونس راهي الدينار نتاعها طايح، وكل شيء احنا قاعدين نجيبوا فيه خلصوا فيه بالعمله الصعبه. الدينار طايح بارابول العمله الصعبه، وقت اللي كان الدينار قبل 1 يورو 20 1 يورو
دو سون، ما عادش، يا حسرة. اللي كنت تشري فيه بدينار اليوم باش تشريه ب 3000. فهمت؟ كنت تشري فيه باورو، معناها الدينار كان يساوي 1 اورو 50. ترى الحاجه اللي كنت تشري فيها ب 1 اورو 50 دينار، معناها شو تشري فيها ب 3000 من الخارج. طبيعي اللي الدنيا باش تغلى. وين كيف يطلع مواطني ويقول نحب نخدم ونحب الدوله تخدمني وتحب كذا وكذا، سي نايف، مش قاعد فيه. ما عادش تقولوا ثوره، راهي ما صارتش ثوره في تونس. سيرتو لي بوليتيسيان اللي قاعدين يضحكوا على ذقول العباد، ما عادش تقولوا للعباد ثوره، واحكيوا للعباد اللوجيك والحقيقه اللي صارت، باش على الاقل هو يفهمك وتقل البريسيون عليك. انا باش تقولوا ثوره وتوعدوا كما وعدتوا قبل الانتخابات اللي فاتت، فانك راك بزيد تعمل بزيد تدخلها بعضها البلاد. عجبني مهدي جامع وقت طلع اليوم وقال لا فيريتي. مي احنا اليوم محتاجين الانسان في تونس، انسان قوي من قوة لله سبحانه وتعالى، انسان ديسيزيف. بار اكزومبل ناخذ اكزومبل تشافيز في فنزويلا، سي ان هوم نجح pour s'opposer contre l'ordre mondial, pour s'opposer contre l'Amérique، وبدل السوق الداخلية والسوق الاقتصادية نتاع لا فنزويلا، بدلها كومبليتمون في اتجاه معاكس. سي سا احنا اليوم اللي لازمنا نعملوه، سي سا اللي الحكومة اللي لازمها تعمله. عندنا اليوم احنا اختيارات، وجو بونس لافروف كي جاء لتونس اهتماماته تصب في الاتجاه هذا. نقصوا من الخوف من الامريك وخذوا ديسيزيون. فما اسواق اخرى كوم لاشي، الكوريا، امريكا اللاتينيه، روسيا، صحيح هما زاد دول نوعا ما استعماريين، لكن مش بالبشاعه اللي تستعمل فيها الامريك والاتحاد الاوروبي. فما فرق بعيد. ونتصور السوق الخارجيه اللي قاعد نقول لكم عليها والدول هذيا اللي قاعد احكي لكم عليها، il peut aider تونس، خاطر هما يحبوا يربحوا اكثر حليف اليوم بور سوبوزي للوردر نتاع اللي تحب تفرضوا امريك على العالم الكل. هي الطريق باش تكون صحيح صعيبه، باش تكون صحيح فيها مخاطر، لكنها باش توصلنا الحاجه دو بلوس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.